نفسكم في حاجة حلوة وتكون سريعة كده وبالمكونات اللي عندكم في البيت من غير ما تنزلوا تشتروا ولا تكلفوا ولا تجيبوا حاجات غالية؟ هنعمل النهاردة بقى حاجة سريعة وطعمها حلو قوي واقتصادية لأقصى درجة كمان. نص كوبايه زبده او سمنه نحطهم على النار كده، اول ما يدوب نحط عليهم نص كوبايه من الدقيق ونقلب الدقيق لمده تقريبا 3 دقايق نخليه يستوي لحد ما يطلع ريحته كده. بعد كده بنطلعه بره عشان خاطر يبرد تماما، وبنحط عليه لتر من الحليب الساخن، يعني الدقيق بارد والحليب ساخن، ونقلب الاول على البارد لحد لما الدقيق يدوب كده اهوت. وبعد كده نرفعهم على النار نديهم تقليبه كده بس يبتدي يتقل، هنحط فانيليا نص كوبايه من السكر ونقلب لحد لما السكر يدوب خالص والفانيليا تندمج مع المكونات، وده القوام. هنصبها بقى في قوالب او في اطباق او في كاسات زي ما انتوا عاوزين، ونجهز بقى الطبقه الثانيه. كوبايتين الا ربع من الميه، معلقتين كبار من النشا نقلبهم لحد لما النشا يدوب خالص ويتحطوا على جنب كده. كوبايه من السكر نحطها على النار ونبتدي نكرمل السكر كده. اول ما يبتدي ياخد لون نقلبه، عايزينه ياخد لون فاتح كده اهوت، اللي هو اللون الاورنج الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. اول ما ياخد اللون الحلو ده نبتدي ننزل عليه بالميه والنشا اللي احنا مدوبينهم مع بعض واحده واحده كده بالتدريج. طبعا هيحجر شويه بس احنا هنفضل نقلب لحد لما يدوب. واول ما يدوب خالص هنسيبه يغلي شويه كده لمده 10 دقائق تقريبا ولا حاجه، لحد لما قوامه يتقل ويبقى عامل زي قوام الجيلي او المهلبيه كده اهو. هنحطها بقى على الخليط بتاعنا. طبعا احنا سيبناه الاول يهدى شويه كده ويجمد ويعمل وش من فوق، وبعد كده نحط عليه الطبقه الثانيه وبس كده. بجد طعمه حلو قوي، ومن حلاوته اللي هيجربوه هيدوقوا مش هيتخيل ان هو معمول بالمكونات البسيطه دي. جربوه وليه رايكم فيه.